يا ترى الكليجة أصلا من وين؟ في ناس بتقول عراقية، وناس بتقول من دير الزور، وناس بتنسبها لدرعا. بهالفيديو قررت أعمل كليجة العيد، بس مو أي كليجة، كليجة إلها حكاية طويلة بتمشي معنا من أول الدعكة لآخر لقمة. بيقولوا زمان كان في ست كبيرة بكل بيت، يمكن ستي أو ستك، تقعد قبل العيد بيومين تجهز كل شي بهدوء، الطحين منخول، السمنة دافية، والخميرة جاهزة، وتقعد تقول العيد مو بس لبس جديد، العيد ريحته بتطلع من كل فرن. أنا اليوم بلشت بنفس الطريقة، جبت طحين، حطيت عليه حوايج الكليج والحبة السوداء وهي النكهة الخاصة اللي أول ما بتنشم بتحسي حالك دخلتي بأيام العيد، وضفت الخميرة والسمنة وشوية زيت، وبلشت تضيف المي شوي شوي، وكل دعكة كانت تحكي قصة. كنت عم أدعك وأتخيل كيف زمان كانوا يقعدوا ويحكوا ويضحكوا وهن عم يعجنوا. يمكن كانت الكليجة وقتها وسيلة لحتى يجتمعوا، مو بس حلو بيتاكل. عن جد ما في أحلى من شعور تحضيرات العيد. وبعد ما ارتاحت العجينة قسمتها نصين، نص خليته سادة والنص التاني قررت خليه أحلى بكتير. حشيته بحشوة التمر، بس التمر كمان إله أسرار، ما بينحط هيك وبس، ضفتله قرفة وسمنة وشوية ماء زهر، وبلشت ادعكه بإيدي لحتى صار طري، وريحة القرفة مع مي الزهر خلت المكان كله يعبي إحساس العيد. ورجعت للعجينة وبلشت شكل كليجات وحدة وحدة، كل حبة كنت عم حاول خليها مرتبة، وأحيانا بتطلع معي مو مثالية، بس يمكن هذا الشي الحلو اللي فيها، إنه شكلها فيه روح البيت. فينكم تقطعوها بأي شكل بتحبوه، بأي قطاعة انتو عندكم إياها موجودة بالبيت. وأهم شي وقت التقطيع إنكم تحافظوا على سماكة معينة لجميع الأطراف، يعني ما يكون مكان رقيق ومكان سميك. أنا حاولت أقطعهم بهي القطاعة تبعية البطاطا، استخدمتها عطتهم شكل حلو وظريف، وحاولت قدر الإمكان إنه يكونوا بشكل متساوي. استمريت بهي العملية لحتى خلصت كل الكمية المطلوبة اللي عندي اللي هي السادة. وبعد ما خلصت كل الكمية، هلأ صار وقت ندهن وجههم بالبيض والفانيلا. طبعا أنا بحط الفانيلا مع البيض مشان زنخة البيض، يعني بيروح الزنخة وبيعطيها نكهة كتير ظريفة. ودهنت كل القطع الكليج بالبيض والفانيلا، هي بالنسبة للسادة. أما بالنسبة للتمر كمان نفس العملية، عملت طبقة رقيقة، بعدين حطيت التمر، بعدين حطيت الطبقة الثانية من العجين ودهنتهم بالبيض. دخلتهم الفرن، ومع أول دقيقة بلشت الريحة تطلع، ريحة ما بتنوصف، بس أول ما بتوصل لأنفكم بتعرفوا إنه العيد صار قريب كتير. وقفت شوي بعد ما طلعتهم من الفرن ووجههم متحمر، وقلت لحالي قديش أكلات بسيطة مثل هي قادرة تحمل ذكريات كبيرة، مو بس طعم، صوت وضحكة ولمة عيلة وصباحات العيد. وهي النتيجة النهائية بعد ما طلعتهم من الفرن. شوفولي على هاللون الذهبي، والريحة طبعا بتجنن. تركتهم يبردوا شوي. بالنهاية الكليجة مو بس حلو، هي قصة بتنعجن بإيدين دافين وبتنتقل من جيل لجيل. وانتو خبروني كيف بتعملوا الكليجة عندكم، وبرأيكم هي من وين أصلا؟ وبلشتوا بحلويات العيد ولا لسه؟ وإذا حابين نزيلكم باقي الحلويات العيد خبروني بالتعليقات مشان نزيلكم فيديوهات جديدة. وهلأ رح أقلكم سلام.